بل الآن استعدوا لعجائب لم يرها بشر من قبل، عجائب لا يتصور العقل البشري وجودها، ناهيك عن التفكير في تحديها وتكذيبها. هذه العجائب تتحدى البشرية من أول سورة في القرآن الكريم، بل من أول كلمة. تأملوا بأبصاركم وبصائركم، فهذه هي سورة الفاتحة، أولى سور القرآن الكريم أمامكم الآن. 7 آيات و29 كلمة و143 حرفا. الآن سوف نختبر معا دقة نظم القرآن من خلال عملية بسيطة جدا. الأولى، سوف نستخرج الكلمة الأولى في كل آية من آيات سورة الفاتحة ونضعها أمامنا. 7 كلمات احتلت الترتيب الأول في الآيات ال7: باسم، الحمد، الرحمن، مالك، إياك، اهدنا، صراطا. مجموع حروفها يساوي 31. الثانية، والآن سنعيد الاختبار نفسه بالنسبة للكلمة الثانية في كل آية من آيات سورة الفاتحة. سوف نستخرج الكلمة الثانية في كل آية من آيات سورة الفاتحة ونضعها أمامنا: الله، لله، الرحيم، يومي، نعبد، الصراط، الذين. هذه هي الكلمات التي احتلت الترتيب الثاني في الآيات ال7، ومجموع حروفها يساوي 31. العدد 31 يتأكد للمرة الثانية. الثالثة، الاختبار نفسه للكلمة الثالثة في كل آية من آيات سورة الفاتحة. سوف نستخرج الكلمة الثالثة في كل آية من آيات سورة الفاتحة ونضعها أمامنا: الرحمن، ربي، الدين، وإياك، المستقيم، أنعمت. هذه هي الكلمات التي احتلت الترتيب الثالث في الآيات ال7، ومجموع حروفها يساوي 31. العدد 31 يتأكد للمرة الثالثة. لاحظوا أن الآية الثالثة بها كلمتان فقط، أي أنه لا توجد كلمة تحتل الترتيب الثالث، ورغم ذلك جاء المجموع 31 أيضا. الآن تأملوا كلمات المجموعات الثلاث مجتمعة. مجموع حروف كلمات كل مجموعة من هذه المجموعات الثلاث يساوي 31 حرفا. سبحان الله، بناء دقيق لا نظير لدقته. رغم ذلك تمهلوا، فالعجب لم ينتهي. العجب كل العجب أن مجموع النقاط على حروف كلمات المجموعات الثلاث يساوي 31 نقطة. هل يخطر ذلك على عقل بشر؟ والآن إلى ماذا يشير العدد 31؟ ولماذا 31 دون غيره من الأعداد؟ تأملوا وقولوا سبحان الله. إليكم سورة الفاتحة من جديد. تضمنت سورة الفاتحة 3 من أسماء الله الحسنى، تكررت بها 6 مرات على النحو الآتي: الله، الرحمن، الرحيم، لله، الرحمن، الرحيم. مجموع حروف أسماء الله الحسنى 6 في سورة الفاتحة يساوي 31 حرفا. لن أعلق، بل سأترك لكم التعليق. والآن ما رأيكم لو تأملنا الآية رقم 31 من بداية المصحف؟ عدد النقاط على حروف هذه الآية 31 نقطة، وهذه هي أول آية في المصحف عدد حروفها 31 حرفا، رقمها 242، وهذا العدد يساوي 11 في 11 زائد 11 في 11. فلماذا لا نرى غير العدد 11 في هذه اللوحة الرياضية الرائعة؟
ببساطة لأن العدد 31 أولي، وترتيبه في قائمة الأعداد الأولية رقم 11. سبحان الله، كيف تجرأ بعض البشر على القول بأن هذا كلام بشر؟ هل يستطيع إنسان أن يأتي بمثل سورة الفاتحة، أولى سور القرآن الكريم، بل ويجعل مجموع حروف الكلمات التي احتلت الترتيب الأول في آيات سورة الفاتحة يساوي 31، ومجموع حروف الكلمات التي احتلت الترتيب الثاني في آيات سورة الفاتحة يساوي 31، ومجموع حروف الكلمات التي احتلت الترتيب الثالث في آيات سورة الفاتحة يساوي 31، ومجموع النقاط على حروف الكلمات التي احتلت الترتيب الأول والثاني والثالث في آيات سورة الفاتحة يساوي 31، ومجموع حروف أسماء الله الحسنى الستة في سورة الفاتحة يساوي 31، ومجموع النقاط على حروف الآية رقم 31 من بداية المصحف يساوي 31. والعجيب أن 31 هو عدد الأعداد الأولية التي استخدمها القرآن للدلالة على ترتيب سوره وعدد آياتها.